صباح الفل على كل جمهور النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي اللي متعنا النهارده قدام بيراميدز وجاب لنا كاس مصر العظيم، واللي احنا بسببه ان شاء الله هنقابل نادي الزمالك في كاس السوبر في مايو. وماتش جميل وماتش سهرنا وماتش متعنا بصراحة. النادي الاهلي نادي عظيم ونادي كبير والناس كلها عارفة طبعا، احنا بنشجعهم من قلوبنا. وفي 4 ماتشات مهمين ان شاء الله هيتلعبوا في افريقيا، اللي احنا رحنا بيهم ربع النهائي، ويا رب ان شاء الله يفرحونا يا رب ان شاء الله في رمضان وشهر رمضان المفترج كده سهرة كروية جميلة، والناس كلها فرحانة والناس قاعدة على القهاوي وفي ناس قاعدة على البيوت ومتعتونا وشرفتوا النادي الاهلي النادي بتاعكم، وشرفتوا الجمهور الاهلي وشرفتونا بصراحه كجمهور بنتفرج. اي نعم انتوا تعبتوا الاول الشوط الاول، ولا بيراميدز ولا الاهلي جم. الشوط الثاني نزلوا كل واحد فيهم جاب جون، بيراميدز جاب الجون، النادي الاهلي رد عليهم على طول في ثانيه، على طول دقيقه واحده دي رايح جاي رايح جاي على طول. انتوا سهرتونا وفرحتونا ومتعتونا ونسيتونا البوظة اللي احنا بناكلها، وامتى هتسحرونا بقى؟ يعني مفيش، احنا عمالين نشجع بقالنا زمان، يعني احنا كجمهور بنشجع النادي الاهلي دوت من زمان، يعني من زمان فاكر وانا صغير كنت بشجع النادي الاهلي وعلى طول اهلي اهلي جمهوره ده حماه، هو 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 على الحلوة والمرة معاه، ليه ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، دايما معاه والاخر الكون صوته في قلبي مهما يكون. فالمفروض بقى تروقوا وتروشنوا على الجمهور دوت، عشان احنا كده يعني احنا ما ينفعش الكلام ده يا جدعان، روقوا علينا، احنا هنشجع كده ببلاش ولا ايه؟ كاس مصر عظيم يخش الدولاب بتاع النادي الاهلي، وبطولة حلوة وتفرح جمهور الاهلي. ومعلش بقى البيراميدز ان هي مش عارفه تاخد بطوله، لان احنا بتاعنا هتاخدوا الكاس من النادي الاهلي مش هينفع. انتوا تعبتوا وتعبتونا، بس ما ينفعش ان انتوا تاخدوا كاس من النادي الاهلي، النادي الكبير، النادي تالت العالم على افريقيا. بشكركم كلكم، كل الناس اللي بتتفرج، صحابي وكل واحد بيحط لايك او ما بيحطش لايك. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم ان شاء الله بخير وما ما يخليش حد حزين ابدا يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا جدعان، ومبروك للنادي الاهلي.